بنبدأ الفيلم بتاعنا مع عقيد ومعاهم عالم اسمه كيهول، وهما بيتكلموا وعاملين مؤتمر كبير وضخم بيتكلموا فيه عن الأطباق الطايرة اللي بيشوفوها، وإنهم عاملين أبحاث وفي تقارير كتيرة جات لهم تثبت إن الحاجات دي عبارة عن الأطباق الطايرة اللي بتطير في السما دي من بره الكوكب. بعد كده بنروح لبيت في قرية صغيرة، بيكون في البيت ده عيلة مكونة من 4 أفراد، بنتين وأب وأم، وفي يوم وهم قاعدين بياكلوا فجأة ومن غير أي مقدمات بيحصل زلزال قوي بيهد البيت عليهم. لكن لحسن حظهم محدش بيتصاب منهم بأي إصابات خطيرة، والأب بيكون فاكر إن ده هجوم إرهابي، بس فجأة بيبقى مش قادر ياخد نفسه وبيطلع دم من بقه وبيموت في اللحظة دي. ونفس الحكاية بتحصل مع البنت الصغيرة ومع الأم، وأتاري إن الهواء بيبقى مسموم وده اللي خلاهم يموتوا كلهم. ومش البيت ده بس، ده كل اللي قاعدين في القرية دي ماتوا، وسبب موتهم كلهم بنفس السبب، وهو إن الهواء بيبقى مسموم وغير صالح إن البني آدمين يتنفسوه بشكل عادي. وبعد كده بنروح لبيت الدكتورة لورين، وهي دكتورة في علوم الفضاء وليها كتب كتيرة بتتكلم عن الحاجات اللي زي كده. وبنشوف برضو في الأخبار إن القرية اللي نزل فيها نيزك كل الناس اللي فيها ماتوا بسبب الهواء المسموم، وده اللي خلى الحكومة تحوط المنطقة دي كلها وتحظر أي حد إنه يدخل أو يخرج منها من غير ما يكون لابس واقي. وده غير إنهم حاطين حراسة مشددة على مداخل ومخارج القرية دي بالكامل. والسؤال اللي بيكون متردد كتير هو ده لو هجوم إرهابي ليه اختاروا مدينة صغيرة زراعية؟ ليه ما اختاروش مدينة من المدن الكبيرة اللي فيها ناس كتير؟ وبعد شوية وقت بيروح نقيب من الجيش الأمريكي لبيت الدكتورة لورين وبيقول لها إنهم محتاجين مساعدتها لأن المشكلة دي تمس الأمن القومي لأمريكا. لكن لما هي بتحاول إنها ترفض بالذوق بيرد عليها وبيقول لها إنه واخد أوامر وعنده سماحية إنه ياخدها بالذوق أو بالعافية، وده اللي بيخليها توافق من غير أي كلام. وبالفعل بياخدوها معاهم للمقر الجوي للجيش الأمريكي، وأول ما بتوصل هناك بتتعرف على العقيد روجر، وأول ما بتسأله بتقول له هي هنا ليه بيرد عليها وبيقول لها تعالي ورايا، وبياخدها عشان يعرفها على واحد اسمه البروفيسور ديفيد، وبيكون عالم في الأحياء الفلكية، وبيبدأ يعرفهم من النيزك اللي وقع عليهم حجمه بحجم كرة السلة. لورين بتقول له ان ده نيزك خلاص، ايه المشكلة؟ وبيرد عليها وبيقول لها ان النيزك لما بيقع مش بيعمل غازات سامة وبيقتل الناس، بيقول لها كمان ان على قطر 20 ميل انتشر غاز سام مفيش حد نجا منه. وبيعرفهم كمان ان نيزك اول ما نزل وراح عشان يشوفوه ما لاقوش ليه اي اثر وكانه اتحلل في التربة. وساعتها ديفيد بيسأله هم ليه هنا؟ فبيرد عليه وبيقول له انهم بيتعاملوا مع شيء ما تعاملوش معاه قبل كده، وده السبب اللي خلاهم يختاروا علماء احياء فلكيه عشان يساعدوهم في المهمه دي ويحللوا العينات ويطلعوا منها اي معلومات مفيده ممكن تساعدهم يعرفوا هم داخلين على ايه، اللي هو مش عارفين انهم داخلين على مصيبه ويمكن تكون كارثه بكل معنى الكلمه. ولما بتكون لورين خلاص طالعه من الاوضه العقيد روجر بيوقفها وبيقول لها ان لو كان اللي وقع ده من بره الكوكب فهو اكيد هيكون مزروع في الارض. وبعد كده لورين وديفيد بياخدوا بعضهم وبيروحوا للمكان اللي وقع فيه النيزك، وبيكونوا متجهزين ولابسين الواقي اللي هيحميهم من الغازات السامه اللي موجوده في المنطقه. وفي نفس الوقت ده ديفيد بيكون بيتفرج على صورته هو وابنه، بيفضل يتكلم مع لورين شويه، منها يهدي اعصابه ومنها يلطف الجو شويه، لانه حاسس ان لورين مش طايقه نفسها ولا طايقه اي حد. واول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا حفره كبيره مكان سقوط النيزك، لكنهم مش بيشوفوا اي حاجه غريبه، وده اللي بيخلي ديفيد ييأس ويمشي ويسيبها، بعكس لورين اللي بتلاحظ ان في نبته صغيره بتنمو مكان النيزك اللي وقع. وساعتها بتلاحظ تصرف غريب من لورين انها قاعده جنب النبته وبترمي عليها التحيه، وده تصرف غريب لكن هنعرف ايه سببه قدام. المهم بتفضل قاعده جنب النبته فتره وبتصورها وبترجع البيت عشان تبحث على الانترنت ان كان في حوادث غريبه حصلت اخر فتره. وبالفعل لما بتدور على احداث غريبه حصلت بتكتشف ان في حادث مشابه بالظبط حصل في روسيا، وان في نيزك خلى الهواء سام، لكن الروس حرقوا الجسم الغريب اللي وقع عندهم وبعدها كتموا على الموضوع وما نشروش عنه اي حاجه. وبعد كده لورين بتروح تحضر تشريح الجثث اللي ماتوا بسبب الهواء السام، لكن اول ما الدكتوره بتبدا تشرح في الجثه بتطلع ماده غريبه لونها اسود من الجثه، وده اللي خلى الدكاتره واقفين مستغربين ايه الماده الغريبه دي. لكن استغربوا ما وقفش لحد هنا، واستغربوا اكتر لما شافوا الماده دي بترجع تاني لجسم الضحيه، وكأن الماده بتتصرف وكأنها كيان مستقل بذاته. حتى الجرح اللي الدكتوره كانت عاملاه اختفى. فجاه الراجل اللي كان ميت امن الموت، لكن من غير اي ردات فعل او احساس او تنفس ولا حتى نبضات قلب، وده اللي خلى كله مصعوق ومستغرب ازاي الشخص ده قام، يعني ولا في تنفس ولا في حركه ولا في دم ولا في قلب شغال ولا اي حاجه، ازاي الشخص ده رجع تاني من الموت. لكن لما بيحاولوا يتواصلوا مع الضحيه اللي بالمناسبه اسمه رورت مش بيديهم اي ردة فعل ولا حتى بيرمش بعينه، كل اللي بيعمله انه باصص في اتجاه الشمال بس ما بيعملش اي حاجه تاني غير كده. المهم في نفس اليوم بالليل بتكون لورين واقفه لوحدها وباين عليها انها في حاجه مضايقاها جامد، وبيروح لها ديفيد وبيسألها لو كانت عايزة تشرب أي حاجة، لكن هي بتقوله إنها محتاجة تقعد لوحدها. لحد ما بيوصل العقيد روجر وبيسألها إيه آخر المستجدات اللي عرفتها، فبتقوله إن في حادثة مشابهة حصلت في روسيا لكن الحكومة الروسية كتمت على الموضوع. ولما بيسألها أنت شاكة في الروس وإن هم اللي عملوا كده، فبتقوله لأ. بتعرفه كمان إن الروس دول عبارة عن ضحية، وبتقوله كمان إن كوكب الأرض كله مستهدف من كائنات بره الكوكب،
فبيرد عليها وبيقول لها ان دي نظريه مثيره للاهتمام، لكن ايه مصدر معلوماتك؟ فبتقول ان مصدر معلوماتها هو الدارك نت، وساعتها بيبان عليه انه مش مقتنع بالكلام ده، لان اكيد مش هياخد معلوماته من النت والدارك نت، وبيمشي وبيسيبها بعد كده. ومن الناحيه التانيه لما بنرجع للمعمل بيحاولوا الدكاتره انهم يوروا للضحايا صور عائلاتهم وعيالهم، لكن برضه من غير اي ردة فعل. ولما بيحللوا الماده الغريبه اللي في جسمهم بيكتشفوا ان عباره عن ماده غريبه كل اللي بتعمله انها بتغير التركيب الداخلي للجسم، او بمعنى اصح بيعملوا شكل جديد من اشكال الحياه. وبعد كده بتروح لورين عشان تحضر اجتماع بيحضروا جميع القيادات العليا في امريكا، وبيفضلوا يتكلموا عن الناس اللي ميتين لكن صحيين وكانهم زومبي، وده بسبب انهم لما بيجوا يعملوا لهم اختبارات الضغط مثلا او وظائف الدماغ او التنفس ولا حاجه من دول شغاله، بمعنى اصح هم الميتين بس واقفين. وبنعرف كمان ان الماده الغريبه دي بتغير في الحمض النووي بتاع البني ادمين، وساعتها الجنرال بيقترح انهم يخلصوا من كل الضحايا دي ويخلصوا برضه من النبته الغريبه. لكن الرئيس بيطلب من لورين انه يسمع رايها، فبتبدا تعرفهم بكل اللي هي عرفته من التقارير اللي على الدارك نت. لكن ساعتها الرئيس بيسألها بيقول لها ما عندكيش أي أدلة أقوى من شوية فيديوهات موجودة على النت ممكن أي حد يفبركها؟ فبترد عليه وبتقول له لا. وبعد كده بتطلع لورين من الاجتماع وبتروح عشان تشتري خمرة، وهي قاعدة في العربية بتفتكر وهي رايحة مع أبوها المكان سري، لكن بيقطع تفكيرها الشرطية اللي بتسألها إن كان في مشكلة، فبتقول لها لا، وهي كل اللي كانت بتعمله إنها بتدور على الرخصة بتاعتها. المهم لما بنرجع للمعمل الدكاترة هناك بيقرروا يوروا الضحايا عائلاتهم على أمل إنهم يتفاعلوا معاهم بلمسة بغمزة بهمسة بأي حاجة، لكن للأسف ده كله من غير أي فايدة. بعد كده بيلاحظ ديفيد ان كل الضحايا باصين لاتجاه واحد، وده اللي بيخليه يستغرب لان نفس المكان ده هو اللي وقع فيه النيزك، وهو نفس المكان اللي لورين شافت فيه النبته الغريبه. لكن فجأة بيجي مساعد روجر وبيقول ان في اخبار مهمه لازم يسمعها، وفيديوهات منتشره عن شجره عملاقه، والشجره دي هي نفسها النبته اللي كانت ما يوصلش طولها 2 سم من مده يومين، ودلوقتي بقت شجرة من أضخم الأشجار الموجودة. ساعتها بيقرروا إنهم ياخدوا واحد من الضحايا اللي ماتوا لكن صحيين، وبيقع اختيارهم على روبرت. لما بيوصل هناك في الأول ما بيديش أي ردة فعل برضه، لكن بعد شوية وقت قليلين بيبدأ أخيرا يتنفس، وده اللي بيأكد لهم إن الكائنات دي ما بتعيش غير في الجو اللي يعتبر بالنسبة لهم سام. وأول كلمة يقولها إنه مش هيقدر يرجع معاهم للمعمل لأنه مش هيقدر يتنفس في البيئة بتاعتهم. وبعد كده بنبدأ نفهم حاجة مهمة جدا، وهي إن الشجرة العملاقة اللي ظهرت دي بمثابة النباتات بتاعتنا اللي بتخلينا نعرف نتنفس، يعني هما بيستخدموا الشجرة دي عشان يخلوا الجو مناسب ليهم هما. وبعد كده بيعملوا مؤتمر صحفي بيعرفوا كل الناس ايه اللي بيحصل. المهم بعد ما بترجع لورين للبيت بتكتشف حاجة مهمة، وهي إنها مدمنة خمور، وغير كده هي المفروض بتتعالج منه، وأثناء ما هي قاعدة في البيت بيجي لها أبوها، وبيبان جدا إن العلاقة ما بينهم متوترة لدرجة كبيرة، ده اللي بيخلي أبوها حزين بسبب فراقها عنه. المهم بالليل بيجي لورين أمر من القائد روجر إن روبرت مش عايز يتكلم مع أي حد غيرها، وده اللي بيخليها تروح عشان تفهم حاجات كتيرة زي مين هما وعايزين ايه من الكوكب بتاعهم وناويين على ايه. وقبل ما بتمشي القائد بتاعها بيقول لها ان الكائنات دي مش هتكون اصدقاء، وبيديها ورقة فيها شوية اسئلة عايزة تسألها لروبرت، او بمعنى اصح الكائن الفضائي. وبالفعل لما بتروح بيبدأ الكائن الفضائي ده يعرفها ان الكوكب بتاعهم بيبقى غير صالح للعيش، وبيعرفهم كمان انهم معاهم احداثيات الوصول للكوكب بتاعهم. ولما تسأله مين اللي اداهم احداثيات زي كده بيرد عليها وبيقول لها ان حد منهم بعت لهم رسالة ومسمي نفسه سوبر نوفا 94، وبيقول لها كمان انهم عارفين كل حاجة عنهم، عارفين نقط قوتهم، عارفين نقط ضعفهم، عارفين كل حاجة عن الجنس البشري. في نفس الوقت ده كان في علماء بياخدوا عينة من الشجرة، وساعتها روبرت بيقول لها خليهم يوقفوا اللي بيعملوه، فبترد عليه وبتقول له انها ما تقدرش تعمل حاجة زي كده، وبتعرفوا انهم مش هيسمحوا بأي حاجة تضر البيئة ووطنهم. فبيرد عليها وبيقول لها انهم هيغيروا البيئة، وبيعرفها كمان انهم جايين من كوكب عدواني، يعني محدش هيقدر يوقفهم انهم يعملوا اللي هم عايزينه. وبعد كده بيبدأ روبرت يبص في عين العالم اللي قدامه وبيقول لهم انهم عندهم قدرات خاصة في نفس الوقت ده. بنلاحظ على العالم انه بدأ يتعصب من غير اي سبب ويفتح البدلة اللي حامياه من الغازات السامة، ولما زميلته بتشوفه بيعمل كده بتستغرب وبتحاول توقفه لكن من غير اي فايدة. وساعتها كل الجنود بيستعدوا انهم يضربوا النار عليه ويخلصوا منه، لكن فجأة في صفارة قوية هم مش بيستحملوها، وبعدها بيتجننوا وكل واحد فيهم بيخلص على التاني. وبعد اللي حصل ده الجيش الامريكي بيعلن حالة الطوارئ وبيضرب المكان بالصواريخ، لكن اللي ما كانوش يعرفون ان الشجرة بدأت تحمي نفسها بجدار عازل، ولما بيجربوا اكتر من مرة انهم يقصفوا المكان بالصواريخ كل ده بيكون من غير اي فايده. بتبدأ تنتشر الأخبار على الشجرة الغريبة اللي ظهرت في خلال يومين والحاجز اللي هي بنته حوالين نفسها، وبيتكلموا برضو على الشخص اللي اداهم إحداثيات الكوكب بتاعهم، وبنعرف كمان إن الشخص ده بقى مطلوب للعدالة بسبب اللي عمله. وفي نفس الوقت ده في راجل غامض أول ما بيسمع الكلام ده بيفتكر إنه سمع اسم سوبر نوفا 94 ده قبل كده، وبعدها بنشوف التلفزيون وهو بيذيع إن في حوادث كتيرة غريبة بدأت تحصل حوالين العالم كله، زي إن في أصوات مخيفة وضباب في بعض الأماكن وهزات أرضية قوية، ونشروا فيديو لشخص بيقلع المحصول بتاعه وبيكتشف إنه بايظ. وبعد كده لورين بتقرر إنها ترجع لمعملها القديم اللي كان بتاعها لما كانت صغيره، وبنشوفها وهي راكبه العربيه بتقول لنفسها ان الكوكب يعتبر خلاص في نهايته. برغم كده هي مش زعلانه، بالعكس هي فرحانه وكأنها ترجع للوطن، ودي تعتبر حاجة غريبة جدا لكن أنا هفهمها لك قدام شوية. المهم وجهتها بتقول لروبرت وهي هناك بتحس بهزات أرضية قوية. لما بتسأل روبرت هو إيه اللي بيحصل فبيرد عليها وبيقول لها إن الوقت قد حان، وبعد كده بيعرفها إن النبتة اللي كانت مزروعة في الأرض دي كانت أملهم الوحيد والأخير في الكوكب،
وهي السبب في انهم وصلوا هنا للكوكب ده، لانها لو خلصت عن النبته دي من الاول ما كانتش وصلت للي هي عليه دلوقتي. وده كله ما كانش حصل، ويبدا يقول لها انك اتورطتي في عمليه مالكيش اي ذنب فيها ومش فاكره عنها اي حاجه. وبعدها بيمد لها ايده، واول ما بتسلم عليه بترجع فلاش باك واضح لما كانت مع ابوها واخدها المكان سري، وبيقول لها انه مش عايزها تحكي اي حاجه لاي حد حتى لو كانت امها عن المكان ده. والمكان ده بيكون المنطقه 51، ولما بيوصل هناك بيخلي بنته تستناه في مكان شبه امن، لكن هي بتروح الحمام، وبعد ما بتطلع من الحمام ما بترجعش لنفس المكان وبتروح لمكان تاني. المكان التاني ده بيكون في كائن فضائي، واول ما بتلمس الازاز بتخرج حاجه غريبه من الكائن الفضائي وبتدخل في لورين، ومن بعدها بيبدا الحمض النووي بتاع لورين يتغير تماما. وده اللي بيخلينا نبدا نفهم حاجه ولا بسيطه، ان لورين نفسها هي الكائن الفضائي. ومن بعد الحادثه الغريبه اللي حصلت مع لورين بقت اذكى في علوم الرياضه والفلك، لدرجه انها رسمت مخطط لمكوك فضائي، لكن محدش بيتوقع ان ده كائن فضائي. كلهم بيتوقعوا انها مهتمه بعلوم الفضاء وذكيه وبتتفوق على كل زمايلها في نفس السن. وبنعرف برضو ان هي نفسها سوبر نوفا 94 اللي بلغ على احداثيات كوكب الارض، وساعتها بنفهم هي ليه كانت بتقول برغم ان الكوكب خلاص هيتدمر الا انها مبسوطه وحاسه انها ترجع للوطن. لكن لما ماما بتحس انها بتعمل حاجه مش طبيعيه بتطلب من ابوها انه يقفل المعمل، وبتخش في يوم تكسر كل المعدات بتاعتها. وده بيفهمنا ليه لورين يوم جنازه امها ما كانتش بتبكي عليها، وليه برضو علاقتها هي وابوها في اسوأ حاله ليها. وبعد ما بتفتكر كل الاحداث دي بيبدا روبرت يرفع قناع من على وشها، وبتقدر تتنفس عادي في البيئه السامه للبشر، لكن هي مش سامه للكائنات الفضائيه. وبعدها بيبان عليها انها حزينه جدا، لانها تعتبر ساهمت في تدمير الكوكب كله. في نفس الوقت ده بتكون الكائنات الفضائيه غرزت البذور بتاعتها في كل مكان في الكوكب، وبتكون على هيئه بيضه كبيره، واول ما بتنفجر بيطلع منها غاز سام بيخلص على كل البشر. ومن بعدها كوكب الارض ما بقاش صالح ان البشر يعيشوا عليه، وبدا نوع من انواع التطور وتغيير البيئه بالكامل. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا، فما تنساش بقى اللايك الجميل واشترك في القناة عشان في عظمة هتنزل يوميا. ولو في فيلم عايزنا لخصهولك اكتب لي اسمه تحت في التعليقات. وسلام.